مرحبا بكم متابعينا الأوفياء. باش يجيكم غير جديد اضغطوا زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلكم الفيديوهات أول بأول. أول مباراة للمنتخب الجزائري في ملعب تيزي وزو الجديد، وجمال بلماضي يقطع وعدا للجماهير. لنتابع التفاصيل. رحب المدرب جمال بلماضي بفكرة استضافة خصوم المنتخب الجزائري على ملعب تيزي وزو الجديد. وأعرب جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري عن رغبته في اللعب غير عن الملعب الجديد في تيزي وزو، ولقد زار الملعب قبل بضعة أسابيع وكان معجبا جدا به، حتى أنه وصفه بأنه أجمل ملعب في الجزائر بل وحتى في إفريقيا. ومن المقرر افتتاح الملعب الجديد الذي سيحمل اسم حسين أيت أحمد يوم 5 جويلية بحسب وزير السكان والتخطيط العمراني محمد طارق بلعيبي. وقال جمال بلماضي: هذا المنتخب لا يمكن أن نلعب في العاصمة فقط، ونريد أن نلعب في كل مكان، سواء في وهران أو بشار أو تيزي وزو.